أهم أسباب صدمات الطفولة هي الإساءة الجسدية والنفسية والعاطفية، إن الطفل يتم التعنيف الجسدي ليه أو التحرش بيه خلال البيئة الآمنة، سواء أحد أفراده أو البيئة اللي عاش فيها. تاني حاجة من أسباب صدمات الطفولة الإهمال والتقصير. الأم والأب هم أهم قطبين في حياة الطفل، فيمثلوا الخير والشر بشكل كبير، الحب والكره، فبيستمد منهم كل المشاعر الأولية. فلما يحصل إهمال وتقصير من الأم والأب في إنه أعطيه المشاعر الأولية دي، ده بيسبب صدمة نفسية للأطفال. ثالث سبب من الأسباب صدمة الطفولة الطلاق أو الانفصال، وده بيسبب صدمة كبيرة ليه؟ لأن إحنا قلنا إن الطفل بيشوف الأم والأب أهم أو أول الأقطاب اللي بتمثل كل ما هو جميل في الحياة، فغياب أحد الطرفين أو انفصالهم فده بيسبب عنده نوع من الصدمة النفسية، ما بيقدرش يتصالح مع فكرة الهجر قدام. من أسباب صدمات الطفولة الحوادث والكوارث الطبيعية، زي إن هو شاف حادثة، زي إن هو تعرض لحادثة، ربنا يا رب يحفظنا جميعا، أو شهد كارثة من كوارث الطبيعة زي الزلزال أو البركان أو هدد، ربنا يعافينا جميعا. ده بيسبب صدمة طبيعي لأن الطفل ما بيكونش قادر يدرك إن كمية الألم أو الأحداث اللي حصلت في الوقت ده. من ضمن صدمات الطفولة التنمر، وخاصة في محيط المدرسة، التنمر على شكله، التنمر على طريقة كلامه، طريقة لبسه، التعنيف اللي بيحصل له، مش قادر ياخد حقه، مش عارف يجيب حقه. كل ده بسبب صدمة فعلا عند الطفل. من صدمات الطفولة كمان التغيرات الجذرية اللي بتحصل في العيلة، الانتقالات الكتير من بلد لبلد بحكم شغل الأم والأب، بيبي جديد، ممكن وفاة أحد الوالدين، ربنا يا رب يرحمهم جميعا. إنه كمان ما قدرناش نتعامل. هل إحنا نقدر نمنع حاجة زي دي؟ لا، الحقيقة إنه لما حصل التغيير الجذري ده لم يتم التعامل مع مشاعر الطفل، سواء غيره من بيبي جديد أو إحنا بننتقل من مكان لمكان، ما تعاملناش مع مشاعر اللي هو بيبقى حاسس بيها وقتها. بالعكس، يا أهملناها يا عملنا لها كبت، يا إما أنكرناها عليه.